يا باشا لو ما عملتش 30000 جنيه في الشهر ابقى انا راجل ما بفهمش في حاجه. برضه بيتصفر. استنى انا ماشي. اتصفر لنا عالي عالية. لا طيب انا بقول لك ايه، انا هطلع اقول له ان هي عاليه عشان ما يصفر. يعني لو عملت موضوع شنط الظهر اللي انا عملته ده اقسم بالله لو انت يعني عملته بشطاره وكده مش اقل من 40000 جنيه في الشهر مبيعات. شنط ظهر، ساعات حريمي، ساعات رجالي، جزم. والله جمهوري. لا خلاص يا جدعان، لا خلاص الحمد لله. بس كان حصل بقى غلطه كبيره جدا ان انا رحت، انا كنت وقتها عندي 19 سنه ارتبطت بقى. طبعا كان هبل، كنت فاكر بقى ان انا اروح اخطبها وان انا كده كنت لسه صغير طبعا يعتبر وما عنديش اي خبره خالص. انا طبعا اتشوت في الدقيقتين دول لان هي سودة، فايه نخش على طول نشغل الدنيا كده، واصلا عايزه تتغسل. جيت بصيت لقيت ان الدنيا يعني الميزانيه بايظه خالص والحاجات اللي كنت بجيبها مش عارف اجيبها والسفر اللي كنت بسافره، فكنت في حاله زفت. والله جميله جدا مغريه وطبعا عمري يعني قرروا يا جدعان مصدرها ليه عم. انا فضلت بقى شغال في الموضوع ده كويس وعملت منه فلوس حلوه قوي. فانت ممكن تعمل اي بقى، يعني دي اسهل حاجه انت ممكن تعمل منها فلوس النهارده. بعد ما نزلت الميه لحظة واحدة قبل ما تكمل الفيديو، في حاجتين هتاخد بالك منهم في الفيديو ده. أول حاجة إن أنا كنت مزكم في الفيديو، وتاني حاجة إن أنا سفيت التراب بمناخيري. فهتلاحظ إن أنا كنت مزكم بسبب سف التراب ده، لأن حصل شوية حاجات كده قبل ما أسجل الفيديو وصورتها لكم، بس حطيتها في آخر الفيديو عشان اللي عايز ياخد بس المعلومات بتاعت ازاي عملنا اول مليون جنيه ياخدها، وبعدين بيبقى اخر الفيديو بيبقى فيه فلوج او كده او احداث بقية اليوم. فتقدروا تكملوا معايا وان شاء الله تتبسطوا بالحلقة. دماغي مش عارف تقلب كده وكنت نايم شويه بس ايام حاله. انا نمت بتاع 3 ساعات بجد، بس النومه جميله قوي. ما بعرفش النوم اصلا، بس كمان كان في اطفال وكده وصوت البحر وصوت الاطفال بيضحكوا، كانت نومه حلوه قوي. بس خلينا نكمل اخر حاجات حصلت. اخر حاجه بعد موضوع الفيزا الدولار ما وقفت وكده ووقفت الشغل اللي هو في موقع مستقل وتمثيل وكده. وبعدين الصيدليه برضه اللي انا كنت فيها قفلت وفرض صيدليه ثانيه. فالصيدليه الثانيه دي ما كانش نافع فيها ان انا ابيع الحاجات اللي انا كنت ببيعها اللي هي كانت الادوات والسلاك والحاجات اللي هي دي. فعملت حاجتين الصراحه وانا هناك، وكان المرتب يعني مش احسن حاجه. فابتديت كان عندي عجله، عجله اللي هي كانت سرعات كده، كانت لسه طالعه اللي هي العجله الترينكس والكلام ده. فقلت هبيعها، يعني هشوف مثلا كنت جايبها بكام وابيعها واكسب فيها، وبعدين اقف شاري عجله ثانيه وابيعها واكسب فيها، واقعد اعمل كده لحد مثلا ما اقدر اجيب مثلا فلوس واجيب اجيب عجلتين بعد كده. وانا طول عمري انا بعرف ابيع اي حاجه عامه، وبعرف اكتب. كنت ببيع وقتها على اوليكس وعلى فيسبوك. فبعت العجله بتاعت اول عجله عندي. بعت اول عجله كسبت فيها بتاعت 400 جنيه تقريبا. وبعدين ابتديت اجيب عجل، فخلصت تقريبا العجل المستعمل في المنصوره كله، بقيت ابيعه او اشتري وابيع كذا مره، وبقيت اكسب. يعني مثلا ممكن مره كل اسبوع كنت ابيع عجله اكسب فيها مثلا من 400 ل 500 جنيه، كان كويس جدا. مع مثلا كان وقتها مثلا الرواتب 2000 و 3000 جنيه، ودي هو 500، يعني كنت بعمل حوالي 5000 جنيه من الموضوع ده، من المرتب بتاعي ومن العجل، فكان بالنسبه لي كويس وكده. بس كان حصل بقى غلطه كبيره جدا ان انا رحت، انا كنت وقتها عندي 19 سنه فارتبطت بقى. طبعا كان هبل، كنت فاكر بقى ان انا اروح اخطبها وان انا كده كنت لسه صغير طبعا يعتبر وما عنديش اي خبره خالص. فرحت اللي هو قلت بقى ان انا ايه هخطبها وكده، ورحت اتكلمت مع اهلي. فكان طبعا يعني قرار غلط جدا ومش في الوقت المناسب خالص. بس المهم يعني ان انا ايه حاولت اضغط على نفسي بقى في كذا حاجه، اعمل حاجات كتير كده، بس الدنيا مش عارف ما كانتش ظابطه معايا ليه الفتره دي. هل هي ادام زي ما بيقولوا ولا ايه مش عارف. مش قصدي حاجه والله، بس انا قصدي ان يمكن موضوع الارتباط ده اصلا خد من وقتي. يعني انا كنت فاكر ان انا مثلا هركز في الشغل اكتر عشان احاول اخطبها واتجوزها، لكن جيت بصيت لقيت ان انا وقتها عشان كنت صغير فكان بقى الوقت كله بقى نبقى مثلا احنا بنتكلم في الموضوع. طبعا ده مش صح، كنا بنتكلم في الموبايل كتير، كان حاجات كده. فطبعا ده كان غلط، وكان بقى ملخبطني. انا مش عارف اشتغل ايه ومش عارف اكمل حاجه ومش عارف اعمل فلوس زي ما كنت، فكانت فتره وحشه قوي.
وبعدها ابتديت بعد موضوع العجل ده كان ابتدى الاقي ان انا اشتري عجله كان اقل، يعني انا ابيعها على طول، لكن اشتري عجله كويسه بحاله كويسه بقى قليل. فبقيت انزل القاهره، يعني انا اشوف برضه على اوريك عجل في القاهره، عجل في كان في حتت جنبنا في مراكز المنصوره وكده، اروح اجيبها من هناك. مره مثلا اجيبه بقطر، احيانا جبت واحده من طنطا كده بقطر، وجبت واحده من عندنا في السنبلاوين حته جنب المنصوره كده، ورحت جبت واحده من القاهره ورحت قبل كده القاهره بقى واحد كاتب مواصفات عجله، رحت شفت ايه يا عم الخرده اللي انت بتبيعها دي، امال ايه اللي انت كاتبه ده، جبت المشوار والله حرقك، بس ما رضيتش بقى اطلع من المشوار على الفاضي. رحت قعدت لفيت في القاهره شويه، قلت ايه خروجه بقى. فبس الدنيا ما كانتش ظابطه، كان يعني كنت بعمل وقتها اقصى حاجه 7000 جنيه مش فلوس. كنت قبلها بعمل فلوس اكتر من كده بكتير، موقع مستقل ومتخمسات. فبقى بقيت حاسس بالله فقير، اقسم بالله حسيت كده، لان انا كنت بصرف مبالغ معينه، وبعدين مره واحده باجي ابص لقيت الفلوس اللي انا كنت بعملها مش هي زي الاول خالص. انا طبعا مش برضه لسه صاحي برضه من هم كده. جيت بصيت لقيت ان الدنيا يعني الميزانيه بايظه خالص، والحاجات اللي كنت بجيبها مش عارف اجيبها، والسفر اللي كنت بسافره، فكنت في حاله زفت. وكانت ايام بجد كانوا سنه ونص او سنتين كده. جت 2019 و2020 بقى، وبدات كورونا وكل حاجه باظت، اقسم بالله العظيم. لا كورونا انا كانت دي اسوأ فتره في حياتي، من حيث الشغل ومن حيث كل حاجه، ومن حيث بقى الموضوع الارتباط ده في سن صغير. عشان كده انا كنت عملت لكم الفيديو بتاع الحب في فتره المراهقه، لو كان نزل روحوا شوفوه طبعا، او لو ما نزلش لسه استنوه، لازم تشوفوه، الفيديو مهم جدا. وكانت من غلطات حياتي ان انا ارتبطت وانا لسه عندي 18 19 سنه او 20 سنه حتى، لا كان اكبر غلطه في حياتي، وضيعت يعني ما في فلوس. اهم سنتين في عمري كان المفروض انا يعني ابقى احسن بكتير، ضاعوا بقى في مكالمات وفي حب وفي هبل وكلام فارغ، ولا هو ما كانش حب ولا اي حاجه. يعني انا اول بنت حبيتها كانت اللي هي البنت اللي انا خطبتها فعلا وكده، لكن قبل كده ده كان لعب عيال. فدي ما كانش حب طبعا، فكان هبل، انا اصلا ما كنتش فاهم يعني ايه حب. المهم فالدنيا بقى ما عادش عجل خالص، ما عادش لاقي عجل اللي هو كويس ابيعه او كده، او ممكن مره كل شهر ب 500 جنيه في هبل مش فلوس. فقلت اعمل صفحه على الفيسبوك، وجبت شنط جمله، شنط ظهر اللي هي بتاعت المدارس دي، وجبت ساعات حريمي، وبقيت ابيع على الصفحه. كنت قبل كده عملت صفحه على الفيس وانا صغير خالص، وجيت ابيع عليها حاجات ما نفعتش. عامه انا اي حاجه كنت قبل كده فشلت فيها، وجيت جربتها بعد كده عرفت الطريقه بتاعتها، فالحمد لله نجحت فيها. فالموضوع بتاع صفحه الشنط والكتب دي والساعات لسه كنت استعجل انت عارفها، والساعات دي كانت كويسه وعملت منها فلوس حلوه. بس كان في فتره كان في مشكله فيها في التوصيل، ولازم يطلع خوازيق كده. شركات الشحن كانت عندنا في المنصوره كلها زفت تقرف، وطبعا كل اللي عايز بيبقى عايز توصيل. فبقيت انا يعني اللي هي في المنصوره نفسها احيانا انا اروح اوصلها، يعني انا برد على العميل وانا اللي عامل الاعلان، وكمان اخد الشنطه واروح اوصلها له. ده طبعا كانت اكتر فتره بكرهها في حياتي، لان انا حسيت باهانه شويه، يعني ما فيهاش اهانه ولا حاجه، بس مش رفعت يعني فاهم، ما اتعودتش اعمل كده، ما اتعودتش ان انا اروح للناس واحيانا يفتكروا انها دليفري، يعني او كده مش دليفري يا جماعه، بس طبعا مش هقول لهم ان انا يعني اللي عامل الصفحه وان انا كده. فكان الموضوع يكسب، وبعد كده كبرتها وجبت تيشيرتات. كنت بوصل بقى بالعجله اللي هي اللي معايا دي، جبت تيشيرتات كده لحد ما الحمد لله وقعت في شركه توصيل كويسه جدا، كان وقتها اسمها مش فاكر اسمها ايه، كانت بس كانت غاليه جدا، بس هي على الاقل كانت كويسه. يعني مثلا كان وقتها التوصيل ممكن نقول مثلا ب 40 جنيه محافظات، و20 جنيه جوه البتاع، او 15 جنيه، هي ممكن ب 80 جنيه المراكز، و 115 رقم كبير جدا. فانا كنت بقوم قايل للعميل مثلا توصيل 60 جنيه وال 60 جنيه التانيين دول مثلا انا احسبهم من المكسب او كده، فاللي هو اكسب قليل قوي، بس على الاقل الحاجه توصل في وقتها وتوصل مظبوطه. ففضلت شغال في الموضوع ده كويس، وعملت منه فلوس حلوه قوي. فانت ممكن تعمل ايه بقى، يعني دي اسهل حاجه انت ممكن تعمل منها فلوس النهارده. تفتح بيج على فيسبوك. بص انا اقول لك والله العظيم الطريقه، انا لو النهارده عايز اي منتج في العالم ابيعه واعمل منه فلوس، يعني ما تقلش عن 30000 جنيه في الشهر، انا هعمل الموضوع ده. هتعمل ايه؟ صفحه على الفيسبوك، شوف منتج كويس، اي منتج كان ايربودز، مش عارف اي منتج يجي في بالك، اعمل الموضوع ده. فتحت الصفحه يا سيدي، هتقوم داخل على الناس اللي هم اللي بيعملوا
بيزودوا المتابعين بتاع الفيسبوك، تخليهم يزودوا لك متابعين مثلا ل 15000 عشان تبان الصفحه فيها كده، وتنزل بتاع 7 او 8 او 10 بوستات يبقوا احترافيين في الاول، وبعدين تقوم عامل واحد بس مش صوره، فيديو. هات المنتج بتاعك صوره فيديو، السماعات مثلا اللي انت جايبها دي صورها فيديو اتكلم عنها، وقوم ممول اعلان على فيسبوك. يا باشا لو ما عملتش 30000 جنيه في الشهر ابقى انا راجل ما بفهمش في حاجه. ماشي، اي منتج كان، يعني شوف منتج مطلوب منتج مش مطلوب، بس احسن شوف منتج يعني يبقى مطلوب. يعني لو عملت موضوع شنط الظهر اللي انا عملته ده، اقسم بالله لو انت يعني عملته بشطاره وكده، مش اقل من 40000 جنيه في الشهر مبيعات. شنط ظهر، ساعات حريمي، ساعات رجالي، جزم، بلاش ملابس. ملابس هتبقى صعبه لان سوقها ضخم جدا جدا جدا، فهيبقى صعب عليك. لكن اي منتج يا باشا هاته، منتج تكنولوجي او كده، واعمل الموضوع ده. لو ما كسبتش 40000 جنيه يبقى انا ما بفهمش في حاجه. بس اعملها مظبوط، يعني افتح صفحه اعملها مظبوط ونزل فيديوهات على طول وكده. بلاش تعمل، ما تستعملش اي يعني في الموضوع ده بالذات. صور انت المنتج بنفسك واتكلم عنه، وما تعملش الاعلان الممول يبقى الصور انت مصورها. اولا ده مش احلى حاجه. الاعلانات ميتا، هي ميتا نفسها اللي بتقول لك الكلام ده، بتقول لك ما تعملش كده، بتقول لك ما تنزلش صور، لا نزل فيديو 30 ثانيه دقيقه بتتكلم عن المنتج واعلن عنه. من وقت تاني يبقى نزل كده، ونزل ريفيوهات بتاعت الناس، تعامل مع شركه شحن كويسه عندك في المكان اللي انت فيه، وتبقى بتوصل مثلا من يومين لثلاثه. وخلي يعني خلي مثلا المنتج اغلى شويه، بس التوصيل يعني باين للعميل ان التوصيل سعره قليل. لو قدرت تبين له ان هو مجاني تمام. يعني انا كنت بعد كده جبت تكييفات، فانا قلت ان الشحن مجاني. طبعا مفيش حاجه اسمها مجاني، بس المنتج مثلا بدل ما هو كان ب 900 جنيه بقى ب 1000 جنيه، فاهمني؟ وانا عملت الموضوع ده فعلا، علشان لما بيشوف ان الشحن قليل او الشحن مجاني ده بيشجعه ان هو يشتري. دي اسهل حاجه انت ممكن تعمل منها 40 50000 جنيه في الشهر. واي حد ما بيعرفش يعمل الموضوع ده بالنسبه لي يعني، خصوصا الشباب يعني، لا انت محتاج يعني محتاج خبره فعلا. وانا بالنسبه لي اي حد النهارده في زماننا ده بيعمل اقل من 20000 جنيه في الشهر، لا يبقى انت كده انت حاطط نفسك في مكان وحش قوي. وصدقني في طرق كتير انت ممكن تعمل منها. ممكن تشوف الفيديوهات القديمه وتشوف الفيديوهات اللي جايه، هكلمك عن افكار ثانيه برضه. اعتقد ده اللي ممكن اعمله لك النهارده، وابقى اكمل لك الباقي في فيديو تاني. طيب زي ما شفنا دلوقتي مفيش اي حاجه فاتحه خالص. عارف بتاع الكشري ده طلع قافل، في واحد بتاع فول وطعميه وانا مش بما ان الدنيا قافله بقى والملاهي كده ايه مش هيخش. دخلت قبل كده على ملاهي وهي مقفوله عندنا في المنصوره. دخلت بيت الرعب. شفت بقى الدنيا كانت عامله ازاي، كنت صغير. كان حلو، بس طلع ما بيخوفش خالص. كده كده ما بيخافش اصلا. بس انا زمان كنت بخاف من الضلمه، كنت بخاف من الجن، كنت بخاف من حاجات غريبه. بس الحمد لله ما عادش الكلام ده. طيب زي ما انتم شايفين كله مقفل، فاشوف بقى افتح جوجل مابس اشوف اي مطاعم تبقى فاتحه ونروح نفطر فيها. انا عادي ممكن افطر برجر او فراخ او كلام من ده. انا ما بحبش الفول طعمه، مش عادي. وعربيتي الكيوت اهي، نروح بقى زي انا طبعا اتشوت في الدقيقتين دول لان هي سودا. فايه نخش على طول نشغل الدنيا كده. واصلا عايزه تتغسل عشان هي لما بتسافر ببقى هي طبعا بتتعمل كل يوم، بس لازم عشان تتغسل بقى راجل يعني جميل بيسلم عليك. بص بقى الصبح بدري بتبقى الدنيا فاضية ازاي. ده من امبارح ما كناش عارفين نقعد بسبب البنات ومناظرهم الصعبة. شوف هو صحراء، هو ده اللي انا احبه. تعالى ده من ايه، انا هشوف اي مكان فاتح ونروح نفطر فيه، وبعدين اصحى بدري بقى عشان عايزين نروح البحر. الدنيا تبقى لسه المحلات بتفتح. تيجي ننط في البتاع ده. انا هروح اول ما اشوف البحر، المفروض عندي شغل الاول، بس هروح اخد غطس لان انا فعلا مش هبص البحر هناك اصلا. بس خلاص بقى انا جاي لك يا كلها ايه وجبة فطار وابقى عندك ان شاء الله. صحاري والله. مفيش اي مطعم فاتح، انا كده هموت من الجوع. يا اما بقى ان ايه، لو زهران فاتح نجيب منه سندوتشات اي حاجة. يا وجع كده يا جدعان. دخلنا نجيب برضه حاجة نشربها مع الأكل. المهم الإدمان موضوع إن الواحد يشرب حاجة مع الأكل دي غتت. لا بص أنا امبارح جبت البتاعة كانت سخنة وندمت عليها. النهاردة طبعا نجيب حاجة من التلاجة. يا وجع الفياريز. طيب في الحالات اللي زي دي بنعمل إيه بقى؟
بين بيبسي بقى وأمرنا لله. هنعمل ايه؟ كنت عايز بيبسي دايت بس مفيش. فاهم بقى، هم حاطين المنتجات المصرية برا التلاجة. هل هم قاصدين عشان نشتري المنتجات الغير مصرية؟ مش كفاية اتظلمنا امبارح؟ استنوا يا جدعان، في تلاجة تانية هنا اهي برضه بيبسي. ظلم وقهر. مش واحدة بيت كولا كده مرمية هنا ولا هنا؟ يلا مش مشكلة. نجيب ايه بقى ناكله واحنا هناك، ولا نجيب ايس كريم من هناك؟ كنت جبته السنة اللي قبل اللي فاتت وكان تحفة. انا تهت. هناك اهو. انا حاسب انا خليني هنا اصلا لان بره الدنيا حر ودبان. بس نعمل ايه بقى، بقيت مشهور انت كمان. يلا يا عم. ان شاء الله لحد قوي. وجعان بحر. تختار ايه؟ تروح البحر ولا تروح تاكل؟ المشكلة انا ماكلتش من امبارح. في مطعم بيتزا ده جيت عليه برضه. هو المفروض في جوجل مابس ان هو شغال، بس زي ما انتوا شايفين صحراء كبرى. يلا يا جمهوري. لا خلاص يا جدعان، لا خلاص الحمد لله. اعمل ايه بجد والله العظيم؟ اعمل ايه يا جدعان؟ الواحد عارفين لو كان في هناك اصلا مفيش، هقضي ايس كريم، اقعد اكل ايس كريم. مفيش حاجه فيه برضه. طبعا ما نركب البتاع دي اقسم بالله لو انا الواحد لو كان صغير شويه كان عادي، كان عامل الحاجات دي. بس دلوقتي بقى لا، مينفعش. اخيرا وصلنا اللحظه المنتظره. متهيأليش ان انا ممكن اعمل فيديو بجد، لان انا هنزل دلوقتي المية. مش عارف بقى، او ممكن اعمل لكم فيديو سريع نحاول نتكلم عن سلسله اول مليون جنيه بس بسرعه بقى. بقول لكم ايه، انا مش شايف اي حاجه، بس يلا بينا زي ما قلت لكم نخش ايه اللي اقدر اسجله ورا جوه هسجله. انزل لا الماتش كلام غير جدعان. بس ساعه من متوقع، بس ايه واحد مش هاخد صدمه مره واحده. بس خلينا نخش كده. مش عارف بقى الصوت هيبقى عامل ازاي. ايا كان الفيديو شغال ولا لا، اصلا انا مش شايف اقسم بالله، ولا عارف الصوت عامل ازاي، لان طبعا الصوت بتاع جوه. بقول لكم ايه، يلا بينا. فكره مجنونه انا عارفها. بس اقسم بالله مطلوع يوم بكره عندي شغل، وامبارح كان عندي شغل، فهو يوم الاجازه. ف هسجل لكم انا في المايه بقى. مش عارف انتوا شايفين الفيديو شغال، الصوت شغال، يعني هنستحمل بعض يا جدعان. يعني محدش بيعمل اللي انا بعمله ده. مش عارف اصلا اتكلم ازاي كده. انا شايف يعني، بص تقريبا الفيديو شغال، بس تعالوا نخش جوه شويه. يا ريحات في بيتك. بعمل فينا حاجات غريبه اقسم بالله، انت دايما بتعمل فينا حاجات غريبه. الله يهديك يا ريحات. هي بتعلى ولا بتوطى؟ الفيديو مثلا اقفله بتاع 4 مرات، انا شايف زرار احمر بضغط عليه. فيما عدا ذلك اقسم بالله اللي انا بعمله ده عته. بقول لكم ايه، تعالوا ناخد غطس تاني. تعالوا ناخد غطس تاني يا جدعان. يمكن ما تهدى شويه. لسه شغال. ده انا شخصيا بوست تقريبا بيتصفر لي. احنا مش ما دخلتش جوه قوي كده. وبعدين انا اطلع اجرب الصوت كده واجرب اشوف الموبايل باظ ولا لسه، لان مش عارف اشغله. وبعدين نخش ناخد غطس تاني ونشوف لو قدرنا نتكلم في حاجه. مش عارف اتكلم كده ازاي، بس انا كده مش عامل فيديو طويل مره. نبقى نكمل موضوع المليون جنيه ده بعدين. مش مهم مليون جنيه ولا بتاع. مش عارف انا لو مكانك انزل المايه ما اشوفش الفيديو. لا تعالى غطس كمان، ما حلو قوي. الموبايل كان هيطير يا جدعان. استنى عايز اظبط البتاع دي. يلا هنا نطلع نجرب الصوت في الاخر، بس بعد ما ايه
تاني دقايق. حرفيا انا بغفل نفسي والله العظيم، اللي انا بعمله ده بغفل نفسي. طبعا المايك زمانه باظ اصلا ولا حاجه شغاله. انا بضحي ده مش ريسك، لا انا كده بضحي برضه بيتصفر. استنى انا ماشي. بتصفر لا عالي عالية لا مجوب. انا بقول لك ايه، انا هطلع اقول له ان هي عاليه عشان ما يصفر. عايزين نكمل. انا والله كنت عايز اكمل كل فيديو هنا بس اللي بص يعني اللي سمعها هيعرف او اللي هنا هيعرف ده والله جميله جدا وفريه وطلع عمري يعني. قرروا يا جماعه مصدرها لها هننزل دلوقتي ده. ممكن احاول يعني اكمل. انا اصلا نسيت والله العظيم ايه اخر حاجه كنا بنتكلم فيها في موضوع الجنيه، يعني ايه اللي بعده بالظبط. انا عايز ارتب بقيه الحاجات لان في الفتره دي اشتغلت كذا حاجه. الفتره اللي هي بعد ما قفل موضوع الفيزا الدولار ده اشتغلت كذا حاجه. فشوف بقى ممكن حاجه تخش مكان حاجه. بس انا فاكر كانت فتره صعبه قوي قوي قوي، كانت فتره مش حلوه اصلا. ما كنتش بحبها، كانت فتره مضاعفه في حياتي. هكمل لكم الموضوع ده.